خليني احكي لك حوار صاحبي بقالي كتير قوي عايز احكيه. تعال. من فتره قريبه كده كنا بنجهزه شقه اخويا عشان ايه يتجوز فيها وبتاع. المهم الشقه دي كانت غريبه فشخ، في مكان غريب فشخ، في عماره غريبه فشخ، المكان متطرف اصلا. المهم انا متعود بعد ما الصناعيه يخلص شغلهم وبتاع ان انا اروح هناك اشتغل شويه، اخويا يخلص شغله ويجي لي نخطفه ساعتين مع بعضينا نخلصوا الناقص وبتاع ونمشوا. ما طولش عليك قلت طول، رحت فعلا وجهزت العده بتاعتي وبتاع وعملت كوبايه شاي ايه في كوبايه متداس على وشها اصلا. المهم يا صاحبي شغلت عمك عبد الباسط ومسلطن قوي، انا ما بعرفش اشتغل من غيره. مسكت البيبان بقى ايه سيلر على تيلر، روقت عليهم على الاخر وانا قاعد من السلطن وبتاع وشغال. الاقي عمك عبد الباسط سكت خالص، التليفون هيفصل. كملت شغل وانا مترازي بقى وبتاع، سمعت رجلين ايه طالع على السلم، فاخويا طالع. لما يطلع هو بقى ايه يشغل عمك عبد الباسط. المهم يطلع قالوا لك متزربين فشخ وابوها جوازه ومش عارف ايه، وانا متعود منه على كده.